إنها مسألة ماذا يمكن أن تفعل حيالها. طفل ترك في سيارة في حرارة الصيف الملتهبة في موقف للسيارات، هل ستقوم بإنقاذ الطفل؟ شعرت بأن بعض الناس خائفين ولا يريدون أن تتم مساءلتهم، لأن حارس الأمن كان يصرخ بأنه ربما يتم اعتقالي بسبب كسر النافذة. الشرطة تقول بأن والده دخل إلى المتجر مع ابنته ذات 12 سنة، ومن خلال كاميرات المراقبة تبين أنهم تركوا الطفل لمدة 40 دقيقة. كان خلالها يعاني من الاحترار، وكان ساخنا ومحمرا وينظر بانزعاج. أنجيلا كسرت الزجاج وتقول: لا يهمني إن كنت سأعتقل. تمكنت من عمل فتحة في الزجاج والنفاذ من خلالها لفك قفل الباب، وقد تسبب لها الزجاج المحطم بخدوش في يديها وساقيها وظهرها. الشرطة قالت بأنه تم أخذ الطفل وهو بحالة جيدة، وربما يكون أصيب بالجفاف ولكن حالته مستقرة. وبالنسبة لأنجيلا، هل ستواجه تهما بالإضافة إلى الجروح التي أصيبت بها؟ بسبب قانون التضحية ليس عليها أن تكون قلقة بهذا الشأن، وهي تقول بأنها شعرت بأن الأمر كان يستحق المخاطرة.